السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم بين السطور. أولا كنشكركم على الدعم ديالكم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير وبارك الله فيكم، ومرحبا بالناس اللي انضموا لهذه القناة هذه. في البداية كنبغي نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم اليوم بواحد الموضوع كيبان ليا مهم ومهم بزاف. قبل ما نتعرفوا عليه بغيتكم نتوما تكتشفوه معايا. قبل غادي نرجع بكم واحد شويه للور، الزمان ديال والدينا وجدودنا. الزمان ما كان فيه لا واتساب لا فيسبوك لا انستغرام ولا حتى المكالمات الهاتفيه. يعني في ذاك الوقت كانوا الناس عندهم تليفونات يعني فيكس، ولكن كانوا قلال، ماشي بحال هاد الوقت هذا. ومع ذلك كانوا الناس كيسولوا على بعضياتهم، كانوا كيتفقدوا احوال بعضياتهم، كانوا الا سمعوا غير شي واحد غادي لشي مدينه فيها شي حد من العائله، خوه ولا عمو ولا صاحبه ولا شي حد قريب ليه، يعني تيقول ليه سلم على فلان، بلغوا السلام ديالنا ورحنا موحشينه، بحال هذا الكلام هذا. ولا مثلا كانوا كيكتبوا رسائل اللي هما البريات، كانوا كيصيفطوهم عبر البريد وما كيوصلوش يعني دغيا، كيوصلوا معطلين. ولو انهم كيوصلوا معطلين يعني كتوصل معهم واحد المحبة، واحد الاهتمام، واحد الشوق. كان الانسان كيقطع الكيلومترات ديال الطريق غير باش يطمئن على واحد كيبغيه وكيعزو. وكذلك كان الباب ديما مفتوح، ديما مفتوح بلا مواعيد. كان مول الدار الا جاه الضيف كيفرح، عندهم الفكره ديال على ان الضيف كيجيب رزقه، ما تيقوليش علاش جيتي، ما تيقوليش علاش ما قلتيهاش ليا. هادو ناس ديال زمان، هذا هو الفرق اللي بيننا وبينهم. اما اولاد اليوم ولا الناس ديال هاد العصر هذا اللي حنا فيه، كنشوفوا ان يعني واحد المجموعه ديال وسائل التواصل بين يدينا. يعني التليفونات ما كتفرقناش بين يدينا ليل نهار. يعني تقدر تهضر مع شي واحد في العالم بعيد، تهضر معاه في اقل من ثانيه، ولكن شحال من واحد من العائله ربما هذه شهور ما تواصلتيش معاه. او مثلا شي صديق او صديقه، يعني كنشوفوا غير ستوريات ديالهم كل نهار، مثلا كنشوفوا ستوريات ديالهم في الواتساب ولا في شي موقع اخر، ولكن ما عمر كتبنا ليه شنو اخبارك، ياك لاباس، وشنو عندك، ياك ما عندك شي باس، ياك ما مريض. يعني كنشوفوا غير اخبار الناس هكذا، كنشوفوا التصاور ديالهم، كنشوفوهم فين سافروا، فين مشاو، كنشوفوا الرحلات اللي داروا، كنشوفوهم الى يعني فين مدوزين العطله. ولكن واخا شفنا هذيك ستوري ما كندخلوش نسلموا على هذوك الناس، ما كندخلوش نسلموا عليهم. ولينا كنشوفوا الناس كل نهار في المواقع، ولكن ما بقيناش كنشوفوهم في الواقع، ما كنعرفوش عليهم والو، واش هما لاباس ولا ماشي لاباس. اذا فين كاين المشكل دابا؟ واش المشكل في الواتساب ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام؟ اكيد لا، حيت الوسائل ما عمرها كانت المشكل. حنا ما خصناش وسائل تواصل جديده، حنا خصنا نرجعوا نتعلموا كيفاش نهتموا ببعضياتنا ونسولوا على بعضياتنا ونتفقدوا احوال بعضياتنا، يعني ونتفقدوا احوال بعضياتنا ونحبوا بعضياتنا بالقلب الصافي. هادشي اللي محتاجين ليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.